ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يلا نعمل مع بعض وصفة اقتصادية 100% النهاردة، وهي البسارية القمر اللي انت شايفينها دي. هنعملها مع بعض خطوة بخطوة، بس تابعوا الفيديو معايا للآخر. معايا كيلو من البسارية، هنضفها، هشيل الراس كده بالبطن زي ما انت شايفين، وبعد كده هغسلها كويس وهنرجع نشوف هنعملها ازاي مع بعض. غسلتها حلو جدا وحطيتها في مصفى عشان تصفي ميتها، وبقت بالشكل اللي انت شايفينه ده. وبعد كده هنلفها في الدقيق علشان تبقى جاهزة على التحمير. وضفت على الدقيق شوية صغيرين من الكركم وشوية من الكمون والكزبرة والشطة، وقلبته بشكل كويس. وده طبعا قبل إضافة البسارية ليه. هخلص البسارية كلها بنفس الطريقة، وطبعا الفيديو موضح احنا عملنا ايه، وهنرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. وكده كنت خلصت الكمية كلها زي ما انت شايفين. في الوقت ده انا لسه ما جهزتش الدقة بتاعتها ولا كمان طبخت الرز. هسيبها بقى تشرب من الدقيق علشان ما توسخش معايا الزيت. وهنا كنت بوريكم البسارية اللي معمولة في الاول، شربت الدقيق بتاعها زي ما انت شايفين كده. اما اللي معمولة في الاخر زي ما انت شايفين لسه الدقيق موجود عليها، وطبعا الدقيق ده بيقع في الزيت ويخلي شكله مش لطيف. ويلا بقى نعمل شوية دقة ما حصلوش. معايا فلفل بارد وحار، ومعايا ليمون وطماطمايه وسط، وكمان شوية من الكزبرة، ومعايا توم مفروم، كمان ملح ببهارات، ملح وكمون وكزبرة وشط، ومعايا شوية من الخل. هناخد كل الكلام ده على الكبة وهنفرمه فرمة كويسة لحد ما يبقى معانا بالشكل ده. مفيش كبة على الهون يا ست الكل، ودقيه كويس لحد ما يطلع معاكي بالشكل ده. جهزت الدقة وطبخت شوية رز ابيض زي ما انت شايفين كده، علشان نرجع نحمر البسارية ونشوف الشكل الاخير ليها. لو انت اول مرة تشوفيني ووصلت معايا لحد هنا، فضلا وليس امرا شجعيني بلايك واشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا ده كان شكل البسارية بعد ما قعدت شوية في الدقيق. هننزل بها بقى في الزيت ونحمرها لحد ما تاخد اللون الذهبي. هنطلعها على طول علشان طبعا ما تنشفش معانا. طبعا الفيديو مبين مراحل التحمير كلها، وفي الوقت ده كانت وصلت معايا للون القمر ده. هطلعها زي ما انت شايفين، بجد شكلها تحفة. هكمل تحمير البسارية كلها ونرجع نشوف الشكل الاخير ليها. زي ما انت شايفين كده ما شاء الله حلوة جدا، مقرمشة من بره وطرية من جوه، وبجد طعمها روعة. ولسه كمان هنحط عليها الدقة. سامعين الصوت ده؟ طبعا ده دليل ان هي مقرمشة بجد تحفة. شايفين الجمال؟ حلوة جدا. ودي البسارية معايا حطيتها في طبقين. شايفين الجمال؟ بجد تحفة. هرش عليها الدقة وهتشوفوا شكلها معايا دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده برش عليها الدقة. بجد شوية دقة عسل هيخلوا طعمها في حتة تانية خالص. جربوها بالطريقة دي وقولولي رأيكم. طبعا شكلها مش عايز كلام، بجد تحفة. بجد أكلة اقتصادية وبطعم مميز جدا. شوفوا بقى الجمال. طب تعالوا ندوق كده بالرز، ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بجد روعة. ولحد هنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا. وياريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو او طلعتوا منه بأي معلومة ولو كانت بسيطة، ما تنسوش تشجعوني بلايك وكومنت وتعليق من ايديكم الحلو. ولو انت اول مرة تشوفيني طبعا يشرفني وجودك معانا.